ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم تحليه سريعه كده وسهله ومش هتاخد اي حاجه غير موزه وفراولتين. بجد فكره بسيطه وسهله، هتاخد حاجه بس معانا سريعه كده وايه، وهنكون نفذناها بفكره بسيطه وهنعملها. يا ريت بقى تحط اللايك والاشتراك علشان يوصل لك فيديوهاتي، واعملي شير للقناة. اول حاجة انا هجيب السكينة كده وهمسك الفراولة وهقشرها. هنعملها بفراولتين بس وموزة. بجد فكرة بسيطة وسريعة وسهلة جدا. يلا بقى هنقشر الفراولة، بس هنقشرها يعني يعني حتت صغننة، ما تكبرهاش قوي. تمام، شايفة انا بقشرها حتت صغيرة خالص. وبرضو هعمل كده برضو في الموز. يلا بقى، لو عندك فراولة وموز في التلاجة طلعيها، ولو عايزة تضعف الكمية براحتك، بس انا حاولت اعملها بحاجة بسيطة علشان انت لو ما عندكيش غير الموز والفراولة، يعني لو عندك اكتر اي نوع فاكهة تاني استخدميه في الوصفة دي، هيكون حلو جدا. انا قطعت كده الفراولتين اهم قدامكم مكعبات صغيرة جدا. وبعد كده هبدأ ان انا اقشر برضو الموزة بنفس الطريقة، هقشرها برضو مكعبات صغيرة. ها، انا قشرت الموزة بالطريقة دي كده. ممكن برضو تفتحيها نصين وتبدأي ان انت تقشريها برضو، او تقشريها حتت زي ما انا بقشرها كده من الجنيه، يعني صغري الحتت عشان خاطر الفاكهة تكتر معاكي في الطبق. بعد كده بقى هجيب المكون التالت، بس هقلب الفاكهة كده مع بعض، وزي ما قلتلك عندك اي نوع فاكهة تاني حطيه، بس انا حاولت اعملها بالموز والفراولة لان هما اللي موجودين في السوق دايما، اكيد موجودين برضو عند الناس دايما. تمام، بعد كده بقى تجيبي اي عصير عندك سواء جاهز او مثلا عاملاه في التلاجة، وبعد كده هتضيفيه على الفاكهة دي. خلاص كده، انا بعد كده ضفت شوية من العصير ده، عصير مانجا، ضفته على الموز والفراولة. وبكده انت عملت مشروب سريع جدا وسهل، يعني من حاجات موجودة في البيت، وتحلية كده سريعة مش هنضيف عليها اي حاجة. خلاص كده، زي ما قلتلك، عايزة تزودي بقى كمية الموز، عايزة تزودي كمية الفراولة، عايزة تحطي مثلا عندك تفاح، عايزة تحطي اي حاجة عليها هتنفع في اي فاكهة. هي حلوة جدا وسريعة، شايفة المعلقة بجد تحفة. يلا بقى اعمليه لأولاد، حلو جدا ومغذي كمان وسريع، هيحبوه احسن ما ياكلوها كده. بعد كده هتجيبي بقى الكوبايات وعبيت فيها الفاكهة دي بالعصير، زي ما قلت لك، لو عندك عصير جاهز او عصير عاملاه اي نوع عصير بينضاف. ممكن كمان تعملي عصير تانك، بيبقى حلو قوي، اللي هو بيبقى عصير بالفواكه ده برضو حلو فيها، هيدي طعم حلو للفاكهه برضو وسريع، والاولاد هيحبوه. لو عجبتك الفكره بقى متنسيش في اللايك والاشتراك علشان يوصلك اي فيديو انزله. وبألف هنا، ويا ريت تكون يعني الفكره عجبتكم، سهله وسريعه، وعملت من موزة وفراولتين تحلية سريعة وبجد حلوة جدا. يلا بقى ندخل على الفكرة اللي بعد كده، فكرة سهلة وبسيطة برضو، وفيديو خفيف كده، ويا رب يكون يعجبكم. اعملي الرز بلبن في الخلاط وانسي اي طريقة واي رز بلبن كلتيه قبل كده. بجد فكرة تجنن، فكرة حلوة جدا، هتجربيها وهتقولي لي رأيك فيها. بس ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. بجد فكرة حلوة جدا وسهلة انك تعمليها جوه الخلاط زي ما انت شايفة كده، هنعمله بكل سهولة. بس يلا تابعيني بقى، ويلا نصلي على النبي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة ده لتر لبن، تمام، او لتر حليب. وبعد كده هحط عليه السكر اللي انت عاوزاه، انا حطيت نص كوباية من السكر. ممكن انت تحتاجي اقل او اكتر، ده حسب ما انت عايزة. تمام، بعد كده قلبت السكر كويس جدا مع اللبن. خلاص، بعد ما حطيت السكر هبدأ بقى احط الرز ده انا عاملاه ازاي. جبت الحلة، حطيت فيه كوباية الا ربع من الرز، يا دوبك غسلته بس. تمام، وحطيته في الحلة، حطيت عليه كوبايتين من المية. كوباية الا ربع من الرز عليه كوبايتين من المية على لتر الحليب. تمام، وحطيتهم على النار لغاية ما بقى بالشكل ده. يعني انا عاوزاه الرز يكون طري جدا، مش يكون مستوي اللي هو يعني ايه في قرشة، لا ده انا عايزاه يعني معجن خالص، يكون مهري. خلاص، انت يا دوبك الرز بيستوي، لا حط عليه سكر ولا حط عليه اي حاجه نهائي. يا دوبك انا سويت الرز وخلاص بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، وحطيته على اللبن. ده اسمه رز باللبن سريع،
بيتعمل بسرعة جدا لانك سلقة الرز، يا دوبك بتحط المكونات على بعضها وبس كده، يا دوبك النشا بتستوي وخلاص. بعد كده هحط معلقتين كبار من النشا على نص كوباية من المية او نص كوباية من اللبن زي ما انتي حابة. هتقلبيهم بره اللبن خالص، وبعد كده هتضيفيهم على اللبن اللي احنا عاملينه ده. خلاص لازم المية تكون ساقعة او من الحنفية، ما ينفعش تكون سخنة خالص علشان النشا ما تكتلش معاكي. خلاص حطيته على الرز بلبن وقلبتها كويس جدا. اخر حاجة حطيت الفانيليا. خلاص كده اهو. قلبت بقى الفانيليا كويس جدا مع الرز بلبن والنشا والسكر اللي احنا حاطينه، يا دوبك غلوة وشلته. يا دوبك النشا استوت وخلاص كده. هتاكلي احلى رز بلبن. طب احنا هنعمله في الخلاط ازاي؟ هقولك دلوقتي هتعمليه ازاي في الخلاط. انا بس قلبته كده لغايه ما خلاص بقى يستوي معايا. استوى ازاي؟ ان هو يعني بقى فيه فقاقيع كده زي ما هتشوفي دلوقتي. خلاص كده اهو، انا بقلبه كويس جدا اهو تمام عشان النشا تدوب خالص. وانت شايف الفقاقيع كده، يبقى هو كده خلاص النشا استوت وكده بقى جاهز خلاص. سيبته بس لمدة 5 دقايق بس يبرد كده ويهدى عشان ابدأ اضيفه في الخلاط. هجيب الكبشة، يا دوبك حطيت 3 كبشات كده من الرز بلبن بعد ما برد شوية، ما بردش نهائي تمام. لازم يكون بارد شوية بس عشان الخلاط. ولو عندك هاند بلندر يا دوبك اديهم ضربتين كده في الحلة برضو، احسن من الخلاط بكتير تمام. خلاص ضفت اهو كوبايه كبشتين بس او 3 كبشات من الرز بلبن في الخلاط. بعد كده هضربهم في الخلاط. خلاص كده يا دوبك يعني تشغلي تكة تانية خلاص كده، يعني مش تهريه قوي، يا دوبك حاجة بسيطة بس انها عملت فوم في اللبن كده. عشان خاطر الطريقة اللي انت عملتيها في الخلاط دي هتحسي ان انت بتاكلي رز بلبن مهلبية، يعني 2 في 1 بأمانة. الطريقة دي حلوة جدا. مامتي معلمها لي ان انا لما اعمل رز بلبن اضربي بس كده كبشتين في الخلاط وضيفيها على الرز بلبن في الحلة، وبعد كده حطيهم على النار يا دوبك يسخن تاني وخلاص كده اقفلي عليه وابدأي ان انت عبيه في الطباق زي ما هتشوفي دلوقتي. يعني يا دوبك اديته غلوة على النار كده، حاجة بسيطة جدا. وبعد كده ابتديت ان انا اغرفه في الطباق. وانت بتغرفي في الطباق يا دوبك تقلبي كده بالكبشة وتضيفي عشان خاطر اللبن ما يبقاش فوق والرز يبقى تحت. تمام. تقلبي وتحطيه. كده خلاص الرز بلبن خلص. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. بجد طريقة سهلة جدا وحلوة ان انت تعمليها في الخلاط، سريع جدا، بتكوني سالقة الرز. طريقته تحفة، مامتي معلمهولي بجد حلو جدا. طبعا احنا عارفين النفس والطعم والحلاوة كلها بتيجي من عند امهاتنا. ربنا يخلي الامهات جميعا. بجد طريقته حلوة جدا. جربيه وهتدعيلي، وعمرك ما هتكوني كلت رز بلبن بالحلاوة دي. خلاص كده زي ما قلتلك الضربة الخفيفة اللي انت ضربتيها في الخلاط دي بتعمل فوم حلو قوي في الرز بلبن، وبتخليه عامل زي المهلبية كده، وطعمه حلو جدا. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم حطولي بقى اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا فيديوهاتي، وبألف هنا. كمان هوريكي شكله بالمعلقة دلوقتي. بصي، كريمي كريمة كريمة بجد، تحفة. شايفة؟ حلوة قوي. بجد عايز يتاكل اكل ولا طعمه تحفة. طعمه حلو قوي. هيعجبكم لما تعملوه بطريقتي وسريع، بدل ما تحطي اللبن والرز اقصد في اللبن وتقعدي تقلبي فيه بالساعات. بتسلقيه وتعمليه في اللبن في 5 دقايق هتكوني خلصتي الرز بلبن. مع السلامة.